ليه بقى لما بنفترق ناس بتنشف وشها وما بتاكلش، وناس تانية بتنهار قدام الأكل كأنها بتعاقب نفسها؟ هو الحب بيأثر على الشهية، ولا القلب لما بيتكسر المعدة هي اللي بتدفع الثمن؟ الحقيقة إن الانفصال مش بس وجع في المشاعر، ده زلزال هرموني ونفسي بيضرب جسمك كله. أول ما العلاقة بتنتهي المخ بيفقد مصدر مناعة كان بيديله جرعة سعادة يومية، وده بيخلق حالة اسمها الويزدراول، نفس اللي بيحصل اللي بيبطل أي حاجة مدمنها زي المخدرات. الدكتورة جوديس ويلس تشرح إن وقت الانفصال المخ بيتصرف زي اللي عنده أعراض انسحاب بالظبط، لأنك فقدت الدوبامين اللي كنت بتاخده من العلاقة دي. والكارثة بقى إن الجسم مش بيعرف يفرق ما بين ألم عاطفي وألم جسدي، الاتنين بيفعلوا نفس مركز الألم في المخ. وفي ناس جسمها بيرد على الصدمة بزيادة الكورتيزول، وده برضه بيزود الجوع وبيخليهم يلجأوا للأكل كآلية دفاع ونوع من الهروب يعني. ناس تانية بقى العكس، تفرز مادة اسمها CRH بتقلل الإحساس بالجوع، فبيبقى حاسس إن في كتلة جوه زوره، معدتهم مقفولة ومش قادرين ياخدوا حتى نفس. والأخطر إن الأكل بعد الانفصال مش دايما بيكون جوع حقيقي، ده بيبقى أكل انتقامي ضد النفس أو أكل للطمأنينة، وده بيحصل كتير عند الناس اللي بيفتقدوا التوازن النفسي. الدكتور بقى بول روزين بيقول إن الأكل في اللحظة دي بيشتغل كوسيلة لتعويض الفراغ العاطفي، كأنك بتقول لجسمك مثلا مش مهم، اللي راح، أنا لسه معايا حاجة تريحني اللي هي الأكل يعني. لكن خليني بقى أقولك الحقيقة المؤلمة، لا الجوع هيحل مشكلتك ولا الجوعان هيرجعك. ولو فضلت تستخدم الأكل كبديل عن الشفاء هتفضل كل مرة تتعب ترجع تاكل وتدخل في حرقة مفرغة. الخلاصة بقى افهم جسمك وميولك وقت الزعل، واسأل نفسك قبل كل لقمة، أنا جعان ولا حزين؟ ولو اكتشفت إنك بتستخدم الأكل كوسيلة للهروب ابعد عنه فورا، ابدأ واجه مشاعرك مش تبلعها. وعايز أقولك إن الانفصال مش نهاية العالم، بس طريقة تعاملك معاه هي اللي ممكن تكسرك أو تعافيك. أنا مخلص جويش، ودي بقى الخلاصة.